الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب. جاء في تفسير هذه الآية الكريمة عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: معنى هذه الآية: فإذا فرغت من الفرائض فانصب أو فاشرع في عمل النوافل. بالأمس القريب كنا نقيم فريضة من فرائض الإسلام، وهي ركن من أركان الإسلام، ألا وهي فريضة الصيام، صيام شهر رمضان المعظم. فها هو شهر رمضان قد انتهى شهر القيام، شهر الصيام، وشهر قراءة القرآن الكريم، شهر البر والجود والإحسان. ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أيها الإخوة الكرام، مما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى قد فضل هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، على سائر الشهور والأزمان، واختصه بكثير من رحماته وبركاته، ويسر الله عز وجل فيه الطاعة لعباده مما لا يحتاج إلى دليل أو برهان. فنحن نرى المسلمين في شهر رمضان ينطلقون بأريحية ويسر إلى طاعة الله عز وجل. كيف لا وقد غلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب النعيم وغلت مردة الجن والشياطين، فنحن نرى الناس يقبلون على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى عبادته بكل أريحية. ولكن أيها الإخوة الكرام، مما قد يحزن القلب ويؤلم النفس أننا نرى كثيراً ممن عطروا بأنفاسهم الزكية المساجد في شهر رمضان يعرضون عن طاعة الله تبارك وتعالى بعد رمضان، يعرضون عن طاعة الله عز وجل وكأنهم يعبدون في شهر رمضان إلهاً آخر. فالإيمان أيها الإخوة الكرام له ثوابت لا يستغني عنها المؤمن حتى يلقى الله تبارك وتعالى. فالصلاة مثلا، من المؤمنين الصادقين يستغني عن الصلاة في رمضان أو بعد شهر رمضان؟ ولكن انظر أخي المؤمن إلى المساجد في رمضان، وانظر إلى المساجد نفسها بعد شهر رمضان. أيها الإخوة الكرام، هل يستغني مؤمن صادق مع الله تبارك وتعالى عن هذا الأصل الأصيل وعن هذه الثوابت الإيمانية حتى يلقى الله تبارك وتعالى؟ هذه الصلاة التي هي من أركان هذا الدين. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال أيضا جل وعلا:
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وحذر الله عز وجل أشد التحذير من تضييع الصلاة ومن تركها في رمضان أو في غير رمضان، فقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال أيضا جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. أيها الإخوة الكرام، أخي المؤمن، يا من هيأ الله له صيام شهر رمضان، لا تضيع الصلاة بعد شهر رمضان، فالصلاة صلة لك بالله جل وعلا ومعين لك يطهرك من المعاصي والذنوب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى افترض على المؤمنين الصلاة وتعبدهم بها في كل زمان ومكان حتى يلقى العبد ربه ليسأل أول ما يسأل عن الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. أيها الإخوة الكرام، إن من الثوابت الإيمانية أيضا قراءة القرآن الكريم. إن القرآن الكريم هو حياة القلوب والأرواح، القرآن حياة النفوس والصدور، القرآن حياة الأبدان، القرآن شراب النفس وطعامها. فهل يستغني مؤمن عن روحه؟ هل يستغني مؤمن عن أصل حياته؟ إن القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، فلا تضيعوا هذه الطريق ولا تنصرفوا عنها. أيها الإخوة الكرام، إن من الثوابت الإيمانية أيضا قيام الليل. ففي رمضان والحمد لله وفقنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى صلاة التراويح وإلى صلاة التهجد، فلماذا لا نستمر على هذا الدرب المنير؟ لماذا نضيع القيام بالليل؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات. فاعلم أخي المؤمن، فاعلم أنك تكتب من القائمين ولو بركعتين تصليهما في جوف الليل. يقول الله تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيها الإخوة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة،
صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من الثوابت الإيمانية أيضا التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ما منا أحد إلا وتاب وأناب إلى الله عز وجل في شهر رمضان، فهل معنى ذلك أنه إذا انتهى رمضان انتهى زمن التوبة ولا نحتاج إلى توبة وأوبة إلى الله عز وجل؟ فانظر أخي المؤمن إلى حال الكثير من المسلمين، تجد أن الكثير منهم ينفلتون بعد شهر رمضان إلى المعاصي والشهوات، وكأنهم كانوا في سجن، وبمجرد أن تم الإفراج عنهم مغرب اليوم الأخير من شهر رمضان ينطلقوا وكأنهم خرجوا من هذا السجن، وسرعان من كبوا على أنواع المعاصي والشهوات. فالذي ينبغي على المؤمن أيها الإخوة الكرام أن يكون عمره كله في التوبة إلى الله تبارك وتعالى وفي عبادة رب الأرض والسماوات. نجده ينتقل من عبادة إلى عبادة، ومن طاعة إلى طاعة، ومن فضل إلى فضل، يحقق قول الله تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب. ولذلك أيها الإخوة الكرام يجب علينا جميعا أن نكون دائما في عبادة الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يكثر من الاستغفار. هذا حال سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فما حالنا نحن الضعفاء المقصرون المذنبون أيها الإخوة الكرام؟ فالتوبة من الثوابت الإيمانية التي لا غنى عنها لمؤمن بعد شهر رمضان، وهذه بعض الثوابت التي ذكرناها في عجالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بها. فاللهم ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن البر ما ترضى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وعاف مبتلاهم، واهد شبابهم، واستر نساءهم يا رب العالمين. اللهم ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ الجزائر أمنها وإيمانها وأهلها ورجالها يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم انصرهم وكلهم يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.